السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم رايحه تكون كبده تاع الدجاج، رايحه نوريها لكم بالطريقه اللي مولفه نطيبها انا. رايحه تكون طريقه سهله وبسيطه. نبدا بسم الله وبالصلاه والسلام على نبينا محمد. عندي كميه تاع كبده تاع الدجاج، كنت شديت نقيتها، نحيت لها كامل هذاك الشحم ونحيت لها هذيك المراره، شللتها بالماء والملح والخل. تحبي تستعملي الخل، تحبي تستعملي القارص، هنا تشليها تنقيها مليح بالطبع. شديت نقيتها وقطعتها بهذه الطريقه، كملت قطعتها كامل كيما هذوك القلوبات ثانيك. شللتهم مليح، حليتهم، نحيت لهم هذاك الدم اللي يجي في الوسط. وهنا عندي كميه تاع الثوم، تقريبا 3 سنات ثوم كبار، ولا تقدري تزيدي حتى 4 سنات ثوم. وعندي 6 حبات طوماطيش يكونوا كبار، كنت سكرفشتهم. نجيب هنا مقله ونحط فيها هذيك الكبده، نحطها على نار تكون متوسطه، ونبقى نقلب فيها حتى ينشف كامل هذاك الماء. هي رايحه تطلق شويه ماء. هنا كي نشوفها نشوف هذاك الماء نشف شويه، نزيد لها الزيت. نبقى نحرك فيها كما راكم تشوفوا هنايا. في الوقت اللي راهي تطيب راهي تتلق في الماء، انا هنا درت الكميه تاع الثوم اللي كنت سكرفشتها، كما تقدري تدرسيها في المهرز ولا تاشيها في الاشوار. هنا درت الزيت، درت كميه مليحه تاع الزيت، كما نعرفوا الكبده تحب الزيت. نبقى نخلط كي نشوفها بدات تنشف. هنايا مازالها تتقلى. هنا بعد اللي تقلات وتحمرت شويه، درت لها شويه فلفل الكحل، زدت لها نص مغرف تاع عكري، كما تقدري ديري الحار ولا الدرسه. نبقى نقلب فيه، هنا نبقاو نقلبوا فيه باش ما تنحرقناش هذيك العكري بهذه الطريقه. في الوقت اللي نشوفها تقلات مليح، نجيب طوماطيش اللي كنت سكرفشتها نزيدها معاه، نبقى نحرك فيهم بهذه الطريقه. هنا ما لازمش نغفلوا عليه، رايحه تجي بنينه. هي محبوبه الجزائريين، هنا قاع نحبوها، هنايا نحبوا هذه الاكله. هنايا تقريبا نص مغرف تاع طوماطيش مصبره، وهنا طوماطيش مصبره على حسب الكميه تاع الكبده اللي تكوني درتيها. اذا كانت الكميه قليله ديري 4 مغرف. هنا درت الملح، نبقى نحرك فيها باش تتخلط مليح هذيك الطماطم المصبره وطيب مليح. ودكا بعد اللي عطيت لها الوقت باش تقلات مليح، دوكا نجيب تقريبا كاس تاع ماء. انا هنا درت نص كاس ومن بعد زدت نص، يعني هنايا كاس تاع ماء. نخليها طيب تقريبا 1-2 دقائق حتى تعقد، حتى تولي بهذا القوام. في الوقت اللي راني نطيب في الكبده، هنايا راني دايره البطاطا تنقلى، هنا على حسب افراد العائله، راح تتماشى مليح مع بطاطا مقليه، كما نقدروا نديروها مع الرز ثاني، راح تجي هايله. هنايا على حسب كل واحد وش يحب. انا هنا درتها بالبطاطا مقليه، وهذه هي النتيجه تاعها، جات تشهي، شهيتكم في الجنه. إلى عجبتكم ما تنسوش الجيم مع وصفات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.